هذه هي أسباب ظهور الملك محمد السادس بعكاز طبي أثناء استقبال الرئيس ماكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، استرعت صورة الملك محمد السادس وهو يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعينا بعكاز طبي انتباه وتعاطف المواطنين المغاربة وسائر المهتمين بمجريات هذه الزيارة التي تحمل معها العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية المعززة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما على مستوى تأكيد دعم فرنسا مغربية الصحراء. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الملك مستعينا بعكاز طبي، إذا سبق له أن ظهر في صورة مماثلة في نوفمبر 2012، إلا أن صحة عاهل البلاد دائما ما تحظى بأهمية بالغة وعناية خاصة عند المغاربة باعتباره أميرا للمؤمنين وأسمى سلطة بالبلاد. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها. وحول أسباب ظهور الملك مستندا إلى عكاز طبي أنه عانى مؤخرا من أعراض انكماش عضلي على مستوى الظهر من جهة اليمين بسبب ضغط العصب الورقي، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن ضغط جذر العصب في العمود الفقري، لكنها لا تدعو للقلق لكونها تستجيب بسرعة للعلاج والاستشفاء. وقد بدت هذه الأعراض الطبية خلال هذه الأنشطة الملكية الأخيرة، خصوصا خلال استقبال الحكومة في نسختها الجديدة بعد التعديل الحكومي الأخير، وكذا في مراسيم تعيين الولاية والعمال الجدد. بصدق وأمانة، وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب. إن صحة الملك تهمنا جميعا كمواطنين مغاربة، وندعو الله العزيز القدير أن يمنحه الشفاء العاجل، هو رمز للوحدة والاستقرار، ونسأل الله أن يحفظه ويعافيه لكي يستمر في قيادة البلاد نحو المزيد من التقدم والازدهار. نؤكد على أهمية دعمنا للملك في هذه الفترة، وأن نكون جميعا خلفه متمنين له دوام الصحة والعافية. احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، اللهم تقبل منه صالح الأعمال.